في هاد اللحظة حسيت برجلي خمو بيا ولساني تعقد عليا وحسيت بحال الدوخة. شديت فراسي وغمضت عينيا، مع حليتهم لقيتهم غبروا في رمشة عين. من هول الموقف ركبت في الطوموبيل وبقيت غادي بحال الهبيل، كنغوت وكنحاول نذكر الله وكنتلعثم في الهضرة وكل كنترعد. وصلت للدار وانا مرعوب وجهي مخطوف. مشيت نيشان لبيتي وسديت عليا ونعست. وفاش كنت ناعس حلمت بواحد البنت وكانت آية في الجمال. قالت لي انا كنشكرك على اللي درتي معايا، بصح ضربتيني بالطوموبيل ولكن اعتقتيني من الذئب اللي كان تابعني. المهم هذا الحلم بقى كيتكرر معايا ديما، وبعض المرات كتجيني في الحلم وتبقى تهضر معايا ونهضر معاها. اللي شفت هكا قلت صافي انا باينه عندي مس. قررت نمشي لعند واحد الراقي، وفعلا مشيت عنده وقرا عليا ما تيسر من القران، ولكن ما حسيت بوالو. وحتى هو قال لي الحمد لله راه ما عندك والو، شنو اللي خلاك تجي لعندي؟ وعاودت ليه على الموضوع كامل. قال لي هذه اللي كتجيك في المنام غتكون مسلمه، المهم انت قرا الاذكار ديالك وما تخافش راه ما غتاذيكش. وكيف العاده ديما كنحلم بها حتى ولفت ولا هادشي كيجيني عادي، لدرجه وليت انا باغي نشوفها بحال الا نقولوا بديت كنتعلق بها. هذا علاش وليت ديما كنمشي للملعب غير باش نشوفها. مشيت نهار الاول نهار الثاني والو. واحد النهار مشيت للملعب بديت كنجري شويه بحال هكا، كندير شويه الحركات هكا، بقى كيطيح الظلام صافي قلت نتحرك فعلي. طلعت للطونويل باش نتحرك فعلي شويه، حسيت بحال شي واحد جالس اللور. شفت في المرايه بانت لي نفس البنت اللي كنحلم بها. قالت لي شوف ما تخاف ما والو، عليك لامان، ما غنضرك بحتى شي حاجه، انا مسلمه بحالي بحالك. انا في هاد اللحظه جمدت في بلاصتي ولساني تعقد من شده الرعب والصدمه. هبطت عيني على المرايه فرمشت عين لقيتها جالسه حدايا. هنا كان غيسكت لي القلب. واحد شويه حسيت براسي بحال الا تطلقت، ما بقيتش مكتف بحال الاول. فتحت الباب وبغيت نهرب ولكن ركابي فينا هو خواو بيا. طحت وبقيت كنغوت وكنقول لها انا بالله وبالشرع منك عافاك ما تاذينيش، انا ما درت لك والو. بقات كتضحك وقالت لي طلع بلاصتك، انا ما جاياش باش نضرك كما قلت لك. من بعد ما تهدنت طلعت للطوموبيل، بقات كتشوف فيا وهي مبتسمه وانا كنشوف فيها. وصراحه الزين اللي كان فيها عمرني ما شفته في حياتي، كانت آية من الجمال. قلت لي انا صراحه ملي درتي ذاك الموقف تعلقت بيك وقلبي بغاك، وهذا علاش جيت عندك باش نقول لك بغيت نتزوج بيك. وكانت كتهضر معايا كانها انسان عادي. قلت لها ولكن كيفاش انا انسان وانت جنيه كي غندير حتى نتزوج بيك؟ قلت لي عادي، واخا انا جني وانت انسان نقدروا نتزوجوا، غير هو حتى واحد ما غيشوفني ولا يحس بالوجود ديالي. قالت لي انا كنتسنى الرد ديالك وغادي نخليك هاد الساعه دارنا كيقلبوا عليا. فرمشت عين غبرات من حدايا. صافي ديماريت الطوموبيل ورجعت فحالي للدار، دوشت ودخلت لبيتي وبقيت جالس وكنخمم في هادشي حتى جاني النعاس ونعست. بقات الامور على هاد الحال واحد المده ونفس الروتين، كنمشي للملعب كنتلاقى معاها وكنهضروا حتى صافي حسيت براسي وليت كنبغيها. غادي تقولوا لي كيفاش حتى قدرتي تبغي جنيه؟ غنقول لكم هادشي اللي عطا الله. المهم واحد النهار قلت ليها انا فكرت في الموضوع وراني موافق. قالت لي واخا طلع الطوموبيل، وفين ما قلت لك سير غتمشي وبلا اسئله. فعلا بقيت متبع الارشادات ديالها حتى لقيت راسي غير في الخلا والقفار. نزلت من الطوموبيل وتمينا كنتمشى واحد المسافه، وقفنا قدام واحد الصخره كبيره بحال شي جبل صغير. وقالت لي ورا يديك وغمض عينيك. في هاد اللحظه اللي شدت لي في يدي حسيت صافي ما عقلت على والو، بحال الا غيبت. شويه كنسمعها كتقول لي حل عينيك، وفاش حليت عيني لقيت راسي في عالم اخر اللي كان عباره عن منطقه صحراويه عمرني ما شفتها في حياتي. وكانوا بزاف ديال الناس غاديين جايين، واللبس ديالهم بحال اللبس اللي كنا كنشوفه في الافلام التاريخيه الاسلاميه. قالت لي تبعني، بقيت غادي موراها. شويه بانوا لي شي وحدين واقفين كيتسناونا. فاش حققت النظره مزيان قلت لها واحد السيد من هادوك فايت ليا شفتو. قلت لي عرفت هذاك هو الاب ديالي. خلاتني ومشات وقفات جنبو وقال لي مرحبا بك عندنا، واش انت متاكد باللي باغي تزوج بنتي؟ قلت ليه متاكد باللي باغي نتزوج بنتك. قال لي مرحبا ولكن عندي بعض الشروط. قلت ليه واخا. قال لي اول شرط هو انك ما تزوج بحتى شي انسيه ابدا الا في حاله واحده فقط. كمل هضرته وقال لي الا بغيتي تتزوج بانسيه خاصك تقول لها كل شيء وما تخبي عليها والو، وإلا وافقات ديك الساعه تقدر تزوج بها، ولكن انك تكون عادل بين بنتي وبين مرتك الانسيه. قلت لي صافي موافق. فعلا جابوا واحد الشيخ ربما هو العدول عندهم، وصافي تم الزواج بشكل عادي جدا. من بعد قال لي باها مبروك عليكم، بنتي راها مراتك دابا تقدر ديها معاك. قلت لي فين غنمشي وانا ما كنعرف حتى بلاصه هنايا؟ قال لي ما تخممش، مرتك غترجعك منين جيتي، كون هاني وغتعيش معاك في العالم ديالك. شدت لي يدي وغمضت عيني، غيبت بضع لحظات كما كان كيسحاب لي. حليت عينيا كنلقى راسي مجبد في الارض قدام داك الصخره والظلام.
فقط الضوء المراه هو اللي كان مضوي شي شويه، ولكن هي ما كايناش. نضت وانا مرعوب. الحمد لله اللي بقيت عاقل على الطريق منين جيت، وبقيت غادي كنتمشى تقريبا شي نص ساعه حتى وصلت للطوموبيل ورجعت فحالي للدار. وفاش دخلت للدار كنشوف الساعه كنلقاها 3 ديال الصباح. صافي دخلت لبيتي ونعست. فقت مع داك 9 ديال الصباح، مشيت للحمام غسلت وجهي، وفاش رجعت لبيتي لقيتها جالسه فوق الناموسيه. تخلعت صراحه، بقات كتضحك وقالت لي واش كاين شي واحد كيتخلع من مراتو؟ قلت لها لا حاشا. قلت لي المهم هذا النهار غادي ندوزو كله معاك، ما عندك فين تمشي. وفعلا كان هذاك اول نهار ليا معاها كعريس، وكانت اغلبيه كتجي عندي في الليل. وفاش كانت كتجي الدار كلها كانت كتفوح بريحه المسك. صراحه واحد الريحه من اروع ما شميت في حياتي، وكانت مجهده في بيتي بزاف بالخصوص. كانوا كيسولوني الدار منين جايه هاد الريحه، كنقول لهم هذه غير واحد الريحه جديده ديال المسك شريتها. والله يسمح لي انا في حياتي عمري ما شريت المسك. المهم ولات ديما معايا، بعض المرات كتكون معانا وحنا مجموعين على الطبله كنتغداو، ولكن انا بوحدي اللي كنشوفها، حتى واحد ما كيشوفها. ودوزت معاها فتره طويله، وبصراحه عشت معاها احسن فتره في حياتي، وعمرها ما ضرتني بشي حاجه. ولكن واخا هكاك ما كنتش كنحس براسي مزوج بصح، لان الاهل ديالي ما عارفين والو، وحتى واحد ما كيشوفها من غيري، يعني كلشي كيشوفني باقي عازب. بقيت على هذا الحال حتى واحد النهار قرر خويا انه يخرج من الدار ويمشي يسكن في دارو اللي كان ديك الساعه كملها بالبني. هنا الوالده قالت لي خاصك تتزوج وتعمر عليا الدار، وشوف وليداتك حتى انت قبل ما نموت. راكم عارفين هاد الهضره كاع الامهات كيقولوها، ولكن هي ما عارفاش انني مزوج. والمشكل كيفاش غندير حتى نقولها لها. الجنيه اللي مزوج بها فاش سمعت هاد الشيء قالت لي عندك تمشي تزوج عليا وتخلف الوالد ديالك ليا والوالد ديالي، الا اذا قلتي لها الحقيقه وتوافق. المهم قلت للوالده صافي شوفي لي شي بنت نتزوجها، ولكن بقيت كندير لها عراقيل باش زعما تبدل رايها. يعني فيما كانت كتشوف لي شي وحده كنقول لها مثلا ما عجبتنيش ولا ما تفاهمناش بحال هكا. واحد النهار الوالده نعتت لي واحد البنت، وبصراحه كانت زوينه بزاف ومتخلقه، يعني كامله مكموله، ما لقيت لها حتى سبب باش نتفك منها. قلت للوالده صافي غادي نتقدم ليها. فعلا داكشي اللي كانت قدمت ليها، وصراحه قلت لها شوفي انا راني مزوج بجنيه مسلمه. بقات كتضحك كيسحب لي راه كنضحك معاها، يعني ما خداتش الامر بجديه. المهم صافي تزوجنا، والجنيه اللي مزوج بها غبرات طول فتره تحضيرات العرس، وحتى في نهار العرس تقريبا شي شهر وهي غابره. من بعد هاد الفتره رجعت وقالت لي انا كنت غابره لانني مقلقه منك، حيت انت ما كنتيش عادل بيني وبين مرتك الجديده. وهذا الشيء علاش انا كنبهك على هذه المساله. ابتداء من هذه اللحظه غدوز مع مرتك الجديده نهار وانا نهار، وبغيت انا تعطيني بيت خاص بيا وهي بيت خاص بها. انا قلت لها ولكن كيفاش غندير ليها دابا الا ما بتش مع مراتي جديده وجيت نبات عندك، غيقولوا عليا مخاصم مع مرتي ولا بيناتنا المشاكل. قالت لي انا اللي عندي قلتو ليك. في هذه اللحظه بقيت كنفكر كيف غندير وحلت. في الاخير قلت لها واخا صافي. دازت الايام على هذا الحال، مره كنبات مع مراتي الانسيه ومره مع مراتي الجنيه، لحد ما مراتي الانسيه واحد الليله قالت لي كيفاش قضيتك نتايا، مره كتبات معايا مره كتمشي للبيت الاخر وتسد عليك. قلت لها ياك انا علمتك من النهار الاول انني مزوج بجنيه، هذا علاش خصني حتى هي نعطيها حقها. سكتات وقالت لي واخا نعس دابا حتى الغدا ونشوف هذه القضيه. فقت في الصباح مشيت لخدمتي، والجنيه كانت معايا في الطوموبيل، وحتى في خدمتي كانت ملازماني وكتحكر عليا باش نطلق مراتي الجديده ونبقى ليها بوحدها. في واحد اللحظه ما شعرتش براسي قدام الموظفين اللي معايا والكليان، بقيت كنغوت عليها وكنقول لها ما غنطلقهاش. علاش غنطلقها؟ بعدي مني، عطيني اتساع مرتين، اش باغي عندي؟ كلشي بقى كيشوف فيا ومصدوم. استدعاني المدير للمكتب ديالو قال لي مالك ياك لاباس واش عيان ولا؟ قلت ليه عندي مشاكل عائليه. قال لي عرفتي انا غادي نعطيك واحد الاسبوع ديال الراحه، كنتمنى تحل المشاكل اللي عندك وحاول تشوف شي طبيب نفساني يعالجك، لان الحاله ديالك كتبان لي صعيبه شويه. رجعت في حالي للدار ولقيت غير مراتي الانسيه في الدار. قلت لي اجي نتفاهموا دابا، غير قول لي واش بصح انت مزوج بجنيه ولا غير كتضحك معايا؟ قلت لها راه كنهضر معاك بالمعقول ما كنتفلاش. شافت فيا شوفه مطوله وبقات كتضحك بصوت عالي. قالت لي شوف بلا ما تدوخني، انت باينه فيك كتخوني وكتمشي للبيت الاخر باش تهضر في التليفون. هنا تعصبت وبقيت كنغوت وكنحلف ليها انني ما كنخونهاش. شويه وهي تخرج مراتي الجنيه وقلت لها ها هي واقفه موراك كتسمع فيك وكتضحك على هضرتك. قالت لي فين هي؟ وريها ليا. كل لقيتها قدامي كون ريشتها. المهم بقات كتعاير فيها وتسبها وكتقول ملي هي جنيه تمشي تزوج بواحد بحالها، علاش مزوجه بك انت؟ شويه كنشوف مراتي الجنيه شداتها من شعرها وجراتها واحد الجره لدرجه انها تهزات وتلاحت بحال داكشي ديال الافلام الاكشن. ناضت مراتي الجديده من الارض مصدومه مرعوبه، قالت لي دابا ديني لدارنا صافي انا وياك سالينا. مشات لدارهم بقات 3 ايام. مشيت انا والوالده عند الاهل ديال مراتي باش نراضيها،
ولكن والو. باها قال لي بنتي عمرها ترجع لك نهائيا، غير طلقها. عييت نحاول باش نرجعها ولكن والو، كانوا اهلها مصرين على الطلاق. في الاخر شفت حتى عييت وطلقتها. انا في الاول ما كنت معاود الوالده والو، حتى عاودوا لي اهل مراتي، وقررت باش نعاود للوالده كل شيء. كنا جالسين في الصاله، عيطت عليها وجلسات، قلت لها شوفي الوالده، الى قلبك قوي وما كتخافيش نقول لها دابا تدخل علينا. قالت لي واخا. فعلا ناديتها وتمت داخل علينا من باب ديال الصاله. الوالده تخلعات شويه وبقات كتقول بسم الله الرحمن الرحيم. شكون هادي اللي جايب معاك للدار وباغي تدوخني؟ كتقول لي جنيه. هنا مراتي الجنيه نطقات باش تحيد الشك من عقل الوالده، وقالت ليها كلام ولدك صحيح، انا جنيه ولكن مسلمه ماشي بشر. صافي الوالده في الاخير تيقات بلي ما كنكذبش عليها. والتوضيح اللي خلاها تقول هادشي هو ان الجنيه كانت كتبان عاديه كانها انسان، ما تشكش فيها انها جنيه نهائيا. من بعد هادشي ولات كتبان حتى الوالده، وبقى هذا سر بيني وبينها حتى خويا الكبير ما قالت ليه والو. وهذه هي قصتي، ولحد الان باقي مزوج بها، وكاين بزاف ديال الحوايج وقعوا لي معاها ولكن ما نقدرش نقولهم لانهم كيتعتبروا من الاسرار ديالهم. هنا كنكون وصلنا لنهايه القصه. نتمنى تكون عجباتكم، واذا عجبكم المحتوى اللي كنقدم وكان كيستحق اشتركوا في القناه، وما تنسونيش باعجاباتكم وتعليقاتكم. استودعتكم الله، والى اللقاء في قصه جديده ان شاء الله.